انا دلوقتي قدام واحد من افضل ملاعب كاس العالم، بي سي بليس في كندا فانكوفر. الملعب دوت يا جماعه مختلف، وحكايته بالنسبه لنا عاطفيه طبعا، لان دوت الملعب اللي شهد فوز مصر لاول مره في تاريخ كاس العالم قدام نيوزيلندا 3-1. هنا صلاح سجل وزيكو سجل وتريزيجيه كمان سجل. ما كنتش اتخيل ان انا هيبقى عندي الفرصه ان انا اجي اقعد قدام الملعب ده. كان نفسي طبعا ابقى حاضر الماتش دوت من الاستاد، بس كان لسه قبل سفريتي اللي انا جيت فيها وحضرت فيها ماتش ايران. لكن خليني اكلمكم عن الملعب ده. الملعب ده استاد مش عادي، هو واحد من افضل الملاعب في كاس عالم 2026. اكتر حاجه مميزه في بي سي بليس هي السقف هنا مش عادي زي ما انتم شايفين ورايا، لونه ابيض. ده بيتفتح ويتقفل بطريقه عامله زي الشمسيه، كانها امبريلا شمسيه بتتفتح وبتتقفل تاني وبتغطي الاستاد بالكامل. الميزه نوت ان هي قماش. هتقولي طب قماش يعني ازاي قماش؟ ما ده هتتوسخ هتبوظ. لا، قماش معمول بطريقه معينه، شايل كل الكابلات، فتح ويتقفل بطريقه هندسيه مختلفه جدا. مش اي حد كان يقدر ان هو يعمل التصميم دوت. بس ميزه كمان فيه ان هو بيدخل الشمس، فانت لو زي وقت زي دلوقتي انت هتلاقي الشمس كانها طبيعيه نازله زي ما هي في ارض الملعب، عشان كده اتعمل بتصميم مختلف. ودوت اللي بيخلي الملعب دوت احساسه مختلف، لانه ملعب مفتوح بس هو برده ممكن يبقى مقفول. الملعب دوت شهد طبعا ماتشات مهمه جدا في كاس العالم. قطر لعبت وسويسرا لعبت وكندا لعبت ومصر لعبت. الاستاد هنا موجود في قلب فانكوفر في الداون تاون، حواليه البيوت وحواليه العمارات وحواليه الجبل. الناس كلها بتتحرك بسكوترز بالعجل كانها بيكنيك. الملعب بيشيل 55,000 متفرج، ملعب كبير جدا ان هو يبقى موجود في وسط المدينه بالشكل دوت، ودوت اللي بيخليه مختلف. هنا شجع كوره، وده مونديال 2026.